الله وبركاته. أبنائي بناتي طلبة الصف الثاني الثانوي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مع تكملة حلقات المراجعة النهائية والاستعداد للامتحانات. طبعا رفعنا مع بعض حوالي 5 فيديوهات مراجعة نهائية من الجيم والمعاصر، النسخة الأونلاين اللي مش متوفرة طبعا في إيدينا ككتاب طبعا PDF أو ورقي. إن شاء الله النهاردة بناء على رغبة الجميع معانا طبعا كتاب او الملحق بتاع كتاب المعاصر PDF، النسخة اللي معانا في ايدينا. هنحل مع بعض حوالي 10 امتحانات في اخر الكتاب ونضيفهم مع الفيديوهات السابقة. دعمك بيشجعنا. عندك تعليق راسل القناة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك. لو انت اول مرة تشوف القناة ياريت تشترك في القناة. يلا نقول مع بعض الجزء الاخير طبعا في صفحة 114، تيست نمبر 1، يبقى هو السادس معانا طبعا في سلسلة المراجعة بتاعتنا. أول سؤال طبعا عارفين بنختار 2 من 5. يلا. The new design is trending. التصميم الجديد طبعا trending، واخد trending يعني إيه؟ يعني رائج، يعني منتشر، يعني معنى أصح إن هو popular. ويعني إيه كمان يا مستر؟ يبقى هنا إيه؟ نقول طبعا ممكن يكون في خطأ، آسف معلش لو عاوز عكسها يا حبايبي، عكس الجملة مش معناها. طبعا العكسية هنا ايه؟ unpopular، غير شائع، وطبعا outdated. خد بالك ان trending يعني popular يعني common يعني viral منتشر، شائع شعبي، مشهور. انما unpopular و outdated عكس كلمة trending. The comment is comprehensive. التعليق شامل. طبعا comprehensive هنا معناها يعني thorough، معناها شامل أو عميق. وطبعا تقول extensive للمعاني، لأن طبعا limited محدود، financial مالي، reach يعني يصل أو الوصول إلى شيء يعني reachable. إنما كلمة comprehensive inclusive thorough extensive كلها معاني. لأول سؤال بنختار 2 من 5. نشوف يلا مع بعض السؤال الثاني. اختار إجابة واحدة. helping her family is Amira's greatest طبعا duty، المهمة، الواجب، المسؤولية responsibility task. طبعا ايكو اللي هو صدى الصوت مينفعش اختارها طبعا. وطبعا عندك كلمة hate كراهية أو يكره، وemotion عاطفة متنفعش. I spent a wonderful time here in this hotel. Everyone is really nice. يبقى أنا بستمتع مضارع مستمر، يبقى أقول I am having a wonderful time here in this hotel عشان عندك مضارع مع مضارع. بعد كده space means impossible مستحيل، to move أن تتحرك or pass through أو تجتاز أو تمر عبر هذا الكلام أو الشيء أو المكان. because something is in the way شيء ما في الطريق يعني حاجة هنا إيه؟ مسدودة أو محجوبة يعني إيه؟ عائق، يبقى blocked. طبعا deleted معناه ممسوح، طبعا ما ينفعش اختارها، أو ملغي. طبعا عندك كلمة بور فقير أو رديء. damaged طبعا معناها تالف أو متعطل أو تالف أو طبعا بايظ يعني. 4 I couldn't enter the house because ماضي مع ماضي، السبب والنتيجة. ما دخلتش المنزل ليه يا جماعة؟ ما دخلتش المنزل طبعا because I had forgotten، لأن نسيت. ماضي تام الحدث الأول، نسيت المفتاح في المنزل، نتيجة لذلك ترتب عليه ما قدرتش أدخل المنزل. You will space passing the test if you study hard. طبعا ING يبقى succeeded in. هيقول لي يا مستر manage to. you will manage to pass، أخلي passing pass. expertise خبرة. affect فعل بمعنى يؤثر، وinfluence تأثير أو يؤثر، وeffect أو impact أو influence تأثير. when I visited Cairo it was space less crowded than usual. طبعا عندي يا مستر more ولسه صفة طويلة than ER مع الصفة القصيرة وزان. هناك كلمات slightly a bit طبعا وفار وإيفن وألوت وماتش كلها إيه؟ بتدي قوة أو ضعف. يبقى لنا إيه؟ slightly less يعني هو أقل ازدحاما سن أو بسيط يعني كده عن المعتاد لما زرت القاهرة. yesterday was cold امبارح كان إيه؟ بارد. but today is colder. مش لاقي colder هنا بس فينا شدة
يبقى اقول ايه even more colder، ابرد بكتير. honest employees، الموظفين الامناء. space the principles، طبعا يا ولاد ايه follow، بيتبعوا او بيطيعوا المبادئ الاساسيات principles of honesty، الاستقامه والامانه، and accuracy، الدقه. مش هقول give ولا forget ينسى ولا provide يمد او يزود. بعد كده رقم 9 if they were rich، حالة تانية اهي they would donate money for charities. طب قلنا يا جماعة أي جملة في أداة ربط الفعل الجزء التاني هو اللي بنعمل عليه question tag، يبقى wouldn't they. balanced development means using resources طبعا wisely. معنى الجملة ايه؟ التنمية المتوازنة بتعني استخدام الموارد بحكمة، carefully بحرص، carelessly بإهمال ما ينفعش، rarely يعني نادرا، طبعا slowly ببطء، كلها إجابات خاطئة. The man space a black bag is my new neighbor. هتقول لي يا مستر هو لمحت هو، بس مش هقول لك زمان هو هي، لا هو is carrying أو هو carries. ما أنت عندك ملحوظة وإنها كتير في الشرح حذف ضمير الوصل، ونستخدم الجيران دي بس كصفة، يبقى زمان carrying الحامل للشنطة السوداء، يبقى زمان carrying a black bag. The man who carries a black bag. The man who is carrying a black bag is my neighbor. Egypt's base position طبعا فريدة unique position، مكانة مصر وضعها الفريد المتميز helps it well in a regional development في التنمية الإقليمية. weak ضعيف، hidden مختبئ، small صغير الحجم. بعد كده رقم 13 you start the conclusion، خاتمة conclusion. طبعا كنا عارفين conclusion sum up، طبعا to summarize، in brief، to conclude، in conclusion كلها خاتمة. blog posts may use bullet points or lists. طبعا القوائم او النقاط اللي هي زي كلمة الصبالت التقيلة ديت في البوست بتاع البلوج to make the information clear عشان توضح. songs اغاني، drawings رسومات، games العاب ما ينفعش. يلا القطعة الجميلة سهلة جدا، معلومات عامة. in Egypt the tourism industry، صناعة السياحة او المجال السياحي has come to hold a position، احتل مكانة of great importance lately، مكانة عظيمة مؤخرا. it's felt that it could help increase the national income، هيساعد طبعا في زيادة الدخل الايه القومي. and provide youth، هيزود الشباب with more work opportunities، فرص عمالة. in some European countries tourism has brought in millions of dollars، تجلب ملايين الدولارات سنويا. although على الرغم من ان طبعا زي lack، خد بالك بقى عايد على ايه بقى، lack the natural and historical attractions we have in Egypt. قلنا في الدول الأوروبية السياحة أجلبت ملايين من الدولارات سنويا، على الرغم إن هي زي lack the natural and historical attractions we have in Egypt، برغم إن هذه الدول تفتقر إلى معالم الجذب التاريخية الطبيعية اللي موجودة عندنا في مصر. we could for instance على سبيل المثال set up، construct، build، establish، erect، طبعا نبني قرى سياحية for children on the Red Sea، البحر الأحمر. we could teach fishing، swimming، diving، نعلم الناس الصيد السباحة والغطس. and sailing there. another good idea، فكرة جيدة تانية أخرى would be a village near the pyramids، قرية بالقرب من الأهرامات. or in the new valley، أو الوادي الجديد for horse riding، لركوب الخيل. and what about villages for people with health problems، الناس اللي عندها مشاكل في الصحة like rheumatism. the warm dry climate في أسوان، خش على أسوان كده بقى، الطقس الدافئ الجاف. وحلوان طبعا would certainly help زي ما تساعدهم لما يتحسنهم. this is called curative tourism، السياحة الإيه العلاجية. بعد كده الفقرة الأخيرة في القطعة our tourist today، طبعا سياحنا اليوم wants بيريدوا عاوزين ايه بقى efficient and friendly service، خدمة ودودة كفاءة. he would probably prefer to try out samples of our local food، عاوز يجرب الطعام بتاعنا عينات than to eat،
بدل ما ياكل الانترناشونال ميلز الوجبات الدولية which are served in some places تقدم في بعض الأماكن. This would be more interesting يكون أكثر تشويقا than having the same things بدل ما يتناول نفس الأشياء he always eats اللي دايما بياكلها in his own country. It must also be remembered يجب أن يتم التذكرة that most tourists معظم السياح nowadays are seldom rich نادرا ما يكونوا أغنياء يعني على قد الحال. many of them are students كثير منهم طلاب or hard working employees أو موظفين جادين في العمل. so what is needed اللي تحتاج له طبعا is not expensive hotels ليس فنادق غالية but clean comfortable places أماكن نظيفة مريحة to sleep يناموا فيها and eat ويأكلوا at a reasonable prices أو reasonable prices طبعا بأسعار معقولة. This is to أيضا would encourage Egyptian يشجع المصريين to travel more يسافروا أكثر وأكثر around their lovely country. This is called home tourism بنسميها الهوم tourism. يلا أول سؤال جميل بيقول لنا إيه؟ المين ايديا اوف ذا باسج القطعة بتتكلم عن إيه بشكل رئيسي؟ ways of developing tourism industry طرق تحسين وتطوير السياحة أو المجال السياحي. مش بتتكلم عن القرى طبعا مش بتتكلم على هوم توريزم السياحة الداخلية بس داخل مصر ولا الكيورتيف توريزم السياحة العلاجية فقط. هوم توريزم دخل بقى على السياحة الايه الداخلية. معناه ايه؟ طبعا people traveling around their own country او الناس بتسافر فين؟ تتنقل داخل ايه؟ بلدها. مش طبعا serving ولا establishing ولا يعني ايه؟ نقدم وجبات دولية فقط في المطاعم، نشيد او نبني فنادق غالية، نبني قرى سياحية طبعا بأسعار رخيصة. دي مش معناها الهوم توريزم. to attract more tourists لجذب كثير من السياح we should طبعا serve ولا provide ولا try ولا establish طبعا try samples of local food provide efficient and friendly service. طبعا الإجابة الصح اللي رقم دي إن نزمدهم بإيه؟ خدمة كفاءة في القدرة العملية وكفاءة في الشغل، وطبعا تكون خدمة ودودة. مش أجرب طعام محلي ولا أبني فنادق غالية ولا أقدم لهم وجبات دولية زي بتاع بره في المطاعم بتاعتنا. 4 in what way بأي طريقة does the climate of أسوان طقس أسوان وحلوان بيساعد الناس اللي عندهم مشاكل في الصحة؟ طبعا it makes them earn money بيجعلهم يكسبوا فلوس، تجعلهم unhealthy ولا it makes them feel better تجعلهم طبعا يشعروا انهم ايه؟ افضل. it makes them feel better وليس طبعا يجعلوا اسوأ. يبقى makes get better يعني feel better. الكاتب بيعتقد ان we should encourage Egyptian نشجع المصريين to see more of their country by ايه؟ طبعا by lowering hotel prices ولا building tourist villages. طبعا قال building mini hotels لا making hotels more comfortable ولا lowering نخفض الأسعار يبقى ايه؟ lowering hotel prices. بعد كده كاتب بيقول ان معظم السياح اليوم ايه؟ are poor. ما قالش قال ايه؟ are not rich ليسوا اغنياء. يبقى هم ايه؟ poor مش طبعا بيزنس بتوع شغل الاعمال ولا disabled معاقين. كلمة طبعا سيت اب يعني يؤسس يشيد يبني أماكن establish erect conduct construct connect يوصل أو يربط solve يحل protect يحمي. طبعا زي عايدة على كلمة European countries الدول الإيه؟ الأوروبية. نيجي للترجمة. Everyone has the right to have their own opinions, ideas and beliefs. There is no problem to be different from others but we must respect each other. لكل فرد الحق في أن يمتلك آراءه وأفكاره ومعتقداته الخاصة به. لا يوجد مشكلة في أن نكون مختلفين عن الآخرين ولكن يجب أن يحترم بعضنا البعض.
لكل فرد الاختيار، هي مش الاختيار، لكل فرد الحق في أن يملك آراءه وأفكاره ومعتقداته الخاصة به، لا خلاف في لا مالش لا خلاف إن there is no problem، لا توجد مشكلة. طب رقم دي، لكل فرد الحق في أن يمتلك آراءه وأفكاره ومعتقداته الخاصة به، لا توجد مشكلة في أن نكون مختلفين عن الآخرين، ولكن يجب أن يواجه بعضنا البعض، لا يحترم. الإجابة الصح هنا رقم إيه هي اللي صح. بعد كده السؤال الثاني، تتمتع بلادنا بموارد طبيعية غنية إذا أحسن استغلالها سيؤدي ذلك إلى الرخاء والتقدم الملحوظ. طبعا our country has rich natural هي resources مش sources if they are properly utilized. طبعا نحل بين B و C. if they are properly used أو utilized this would lead to prosperity and remarkable progress. إذا أحسن استخدامها يعني used. الإجابة الصح رقم B. بعد كده أسئلة الرايت. I am taller than آدم، سهلة جدا. يبقى تقول إيه؟ آدم isn't so أو as tall as me أو as I am، يعني آدم مش طويل زيي. perhaps عمر will come first. طبعا عمر will probably come first. how does punctuality define Fox's character؟ القصة ازاي الانضباط، عارفين طبعا السؤال ده مشهور جدا. he is precise, accurate, disciplined, organized, respect time. Time is more important than anything else for him. Why was Detective Fix determined أو determined to follow Fogg؟ لأن Detective Fix مصمم إن هو يتبع فوج. he suspected him. he thought أو doubted that he is the robber of the bank، هو لص البنك أو الحرامي اللي سرق البنك. اتكلم طبعا عن social media، اكتب بلوج بوست عن social media does more harm than good. وسائل التواصل بتأذي أكثر ما هي ما تكون منفعة وخير. يلا نشوف إجابات أسئلة الرايت والقصة والبلوج بوست مع بعض. طبعا إجابة الأسئلة الرايت من صفات آدم is not as tall as me أو as I am، أو ممكن تحط tall so، ممكن تقول آدم is less tall than me. طبعا عمر will probably come first. القصة هيت ازاي البنكتشواليتي الانضباط أهو. he believes that discipline أو order and time are more important than emotions أو feelings، أهم من المشاعر. طبعا عارفين إن هو طبعا إيه organized disciplined. طبعا المفتش طبعا فيكس followed Fogg because he was sure، كان متأكد إن فوج was a bank robber، هو لص البنك and needed proof، محتاج دليل أو حجة أو برهان. طبعا دي نموذج للبلوج بوست سوشيال ميديا جود اور باد. هي طبعا بيقول لك ان هي ضررها اكثر من نفعها. most of us use social media every day we think it helps us stay connected. معظمنا بنستخدم وسائل التواصل كل يوم، بنعتقد ان هي بتساعدنا ان احنا بنكون على اتصال. but it can also be very harmful to our lives، ضارة بحياتنا. why is it bad؟ ليه سيئة؟ طبعا ضارة. wasting time، هدر الوقت. many students spend hours scrolling on their phones. الكل طبعا من الطلاب كثير منهم بيقضي ساعات يقلب طبعا في التليفون. this means they have no time to study or sleep well، ما عندوش وقت للمذاكرة أو النوم بشكل جيد. feeling sad، الشعور بالحزن. we see photos of people looking happy and beautiful، نرى صور لناس تبدو سعيدة جميلة. we start to compare our lives to theirs، نبدأ نقارن حياتنا بحياتهم طبعا. which makes us feel unhappy، بيجعلنا طبعا نشعر بعدم السعادة. or not good enough، أو إننا لسنا على ما يرام بشكل يكفي. ممكن نقول برضو less real talking we talk to people online، الحديث طبعا بيكون قليل جدا وغير حقيقي، نتحدث للناس على الإنترنت. but we forgot how to talk to our friends، بننسى ازاي نتكلم مع أصدقائنا. and family in person، والأسر شخصيا. what should we do؟ نعمل إيه؟ we should be careful، نحترس. it's important to set a limit for using apps like TikTok or Facebook. طبعا يبقى في حدود لاستخدام تطبيقات زي التيك توك والفيسبوك. we must remember، نتذكر
ان life is what happens around us. الحياة هي كل شيء بيحدث حوالينا. not what we see on a screen. ولكن ليس ايه الذي نراه على الشاشة. in conclusion، ختاما للموضوع بقى، use social media to chat. استخدم وسائل التواصل للدردشة but don't let it. لا تجعلها control your time، تتحكم في وقتك or your happiness أو سعادتك. كده يا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو النهارده. يا رب يكون هذا الاختبار مفيد للجميع، ونضيفه لسلسلة المراجعة بتاعتنا. ننتظر الدعم الكثير منكم. خالص تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.